السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتي أكلات شهية مع لولا. الوصفة ديال اليوم هي هاد الحريشة، الدقيق الكامل، كتجي رطبة وهشيشة. ندوزو دابا الطريقة والمقادير بحول الله. وهنا خديت بول، درت فيه كاس لاروب ديال الدقيق الكامل اللي غربلتو، وغندير 3 الكؤوس ديال السميده الرقيقه، وغادي نزيد ملعقه كبيره ديال السنيده، ونزيد الملح، درتها 4 معالق صغيره ديال الملح. هنا غادي نضيف نص كاس ديال الزيت الروميه، اللي باغي يدير البلديه كيديرها زيت الزيتون. وغادي نخلط الكل جيدا. غادي نبسبس ديك السميده بالزيت، وهنا بعد ما خلطت ديك السميده مع الزيت غادي نزيد واحد 4 معالق صغيره ديال الخميره معجونه، واحد الساشيه ديال الخماره الحلوه، واحد الساشيه ديال الفاني اختياريه، ونخلطهم. عاد نزيد هنايا 2 كؤوس ديال الماء من الصنبور، ونخلط الكل جيدا بلا ما نعجنو، غير نخلطوه. بعد ما تجانست جميع العناصر غادي نخليها ترتاح غير واحد 2 دقائق بما نوجد المقلاة. وهنايا بعد ما ارتاحت 2 دقائق عاد شربت شويه داك الماء. هنا خديت المقلاة دهنتها بالزيت، وغادي نرش عليها السميده ونسرح الحرشه ديالي، ونديرها على نار هادئه جدا، ومره مره نبقى ندور المقلاة باش طيب من جميع الجوانب. وهنا ما نساوش نتكوها بالفورشيط او باي حاجه نتكسها بالموس باش ما تجيش منفوخه. وهنايا بعد ما درتها فوق النار هادئه، ملي كتشوفها كدير هاد الفرقيعات بانها بدات كطيب حتى تنشف من الفوق مزيان، عاد نقلبوها. ها هي كتولي على هذا الشكل، وكنرش عليها شويه ديال السميده رقيقه من الفوق. عاد نقلبها باش ما تلصقش لكم في الاناء. ها هي بعد ما قلبتها الجهه الاخرى،
غادي ندير لها نفس الطريقه حتى طيب ونقدمها معكم في طبق تقديم ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي بعد ما طابت ديك الحريشه، كتجي رائعه محمره، كتجي هشيشه في نفس الوقت لذيذه. نتمنى تجربوها، ولا جربتوها ما تنسونيش بلايك وسبسكرايب باش يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله.